مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الخبر الجديد. جددت جمهورية السنغال اليوم الاثنين بالرباط تأكيدها على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية. وجاء هذا الموقف الواضح في البيان المشترك الصادر عقب أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، التي ترأسها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي أوسمان سونغو. وأكدت السنغال دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياه هو الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار الاحترام الكامل لمصالح الأمم المتحدة. وفي خطوة لافتة أشادت دكار بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس ضمن السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي كأساس واحد ومستدام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا الملف. ويعكس هذا الموقف المتقدم عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودكار، ويؤكد في الوقت نفسه تنامي الدعم الدولي والإفريقي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في وقت تتزايد فيه عزلة الأطروحات الانفصالية على الساحة الدولية.